تعالوا وياي أشارككم شلون قضيت ليلة العاشر من محرم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبا عبد الله الحسين. بهاي الليلة نويت إنه أسوي ثواب قص الدجاج وأوزعه للمواكب، فأنا كنت متبلة الصدور قبل بيوم، فاعتمدوا هاي الطريقة اللي هو تفحمون صدور الدجاج قبل ما تقلوها. فبين ما يفحم صدور الدجاج سويت الثومية هاي طبعا أنا أحط بيها بوتيتا مسلوقة، كلش تفرق وياكم بالطعم، كلش طيبة، اعتمدوا هاي الطريقة. وقعدت أقلي الفنجر أخذ وياي تقريبا 4 وجبات لأن قليت 1.5 كيلو. فحبيت هاي النوعية مال الفنجر تجي عندكم من تقلوها تبقى ذهبية وتقسم بهذه الطريقة. حمزت أول شي صدور الدجاج على النار، صارت تقريبا تبسي بهذا الحجم 2. بعدين دخلتها للفرن على نار من فوق وجوا حتى تحمص عندي، صارت كلش طيبة. ويا التحميصة أني أضفت لها دبس الرمان وكثرت شوية ملح، صار الطعم كلش طيب. بين ما يستوي صدور الدجاج فأنا أخذت ريست وحضرت شاي وكعك حتى نشرب أنا وأختي. بعدين حضرت هاي السوالف، صارت عندي صدور الدجاج جاهزة وياها طرشي وثومية وفنجر وأكيد أوراق التغليف مال اللفات، وخبز التورتيلا من مرسين اللي هو أحسن نوع خبز تورتيلا تستخدموه، أبد ما يشقق عندكم، كلش راح يبيض وجهكم. فرشت مع السفرة على الكاونتر وقعدت أصفط خبز التورتيلا عليه بالتساوي حتى أوزع عليه الأكل بالتدريج. التشيز مال تورتيلا ب10 قطع، فأني أخذت تقريبا 5 أكياس. أول شي حطيت عليه الثومية، وزعتها بالتساوي وبالتدريج. طبعا اعتمدوا هذا النوع من الثومية كلش طيبة، راح تفيدكم ويا الكنتاكي وصاج الدجاج وأغلب الأكلات. بعدين وزعت عليها صدور الدجاج، لازم صدور الدجاج تكون متساوية بكل أنواع اللفات حتى ما تطلع عندكم لفة بها قليل ولفة بها هواية، فهذا الشي كلش مو حلو لأن انتو توزعون للعالم مو للبيت. بعدها وزعت الطرشي كنت مسويته بشكل كلش رفيع مثل المطاعم، كلش راح يفرق عندكم بالطعم، يصير طيب. وآخر شي الفنجر، وزعت الفنجر على كل أنواع اللفات وصارت عندي بهذا الشكل الحلو. بعدين لفيتهم وكبستهم بهذا الشكل، طلعت عندي الكمية ما شاء الله تبارك الله كلش حلوة. بقى بس أكبسهم بهذا الجهاز مال كبس الصاج. اللي ما متوفر عنده هذا الجهاز يقدر يكبسها بطاوة على النار، أهم شي تحطون عليها ثقل حتى تطلع عندكم مقسبة بهذا الشكل. أنا مسحتها بزيت الزيتون من الجهتين حتى تطلع عندكم محمصة بهذا الشكل. بعدها لفيتها بأوراق التغليف كل اللفات، وهاي أوراق التغليف تحفظ عندكم الأكل الفترة يكون بعده حار، يبقى حار. كملت عندي كل الصاج الحمد لله، بقى بس أوزعه بهاي الأكياس مال توزيع. كلش انتبهوا على هاي الأكياس مال تغليف مال لفات، أني ما أخذتها مكتوب عليها أسماء الأئمة لأن حرام بعد تنذب بالشارع. انتبهوا على هاي السالفة، كلش دا ألاحظها، كلش انتبهوا على هاي السالفة. مثلا أخذوا عليها مكتوب مثل بركات عاشوراء مثل هيك شي أو محرم، فهاي مو حرام إنه من تكملون منها ذبوها بالشارع. حطيت كل الصاج عندي بعلاقة واحدة حتى أخذها، كنا ناويين نروح ببيت أختي لأن هي همينة مسوية ثواب، فاتفقنا نوزع الثواب على المواكب اللي تمر من على بيتهم. فصعدنا الأكل بالسيارة، كنا جايبين وياه لبن وعصير حتى نوزع وياهم. أخذنا الوالد الله يحفظه
وكان الطريق من على بيتهم كله مواكب أو ناس يطبخون بليلة العاشر، يعني كل الناس تقريبا كانوا سهرانين. هاي الساعة 10 و11 بالليل. كانت مسوية أختي هذا التمن، الله يتقبل من عندها، ومسوية همينة معكرونية بالجبن، كان شكلها كلش يشهي، بس أريد أجربها لأن أنا من عشاق الجبن كلش. وقعدنا نحط بالحافظات. هذا كانت مسوية ثواب اللي هو برياني دجاج، ساعدناها وكملنا كل الحافظات. الحمد لله، إن شاء الله مأجورة وثواب الواصل يا ربي. وأكيد كانت مسوية قوزي اللحم، كان كلش طيب من شكله، خلقه وأخلاق، عاشت إيدها. سوينا هاي الصينية مال برياني الدجاج، رتبناها بهذا الشكل، وكانت مسوية همينة كنتاكي، كلش طيب، عاشت إيدها. طلعوا الولد للباب حتى يوزعون الأكل للمواكب، وزعنا للمواكب اللي مرت من على الباب، وكانوا همين الولد مال المنطقة موجودين، فطلعنا لهم هاي الصينية حتى يأكلون. الحمد لله أكلوا كل العالم وحبوا الأكل، وإن شاء الله يا ربي ثواب الواصل ومأجورين. كنا بعدين شربنا شاي ورا العشاء، وطلعنا حتى نشوف المواكب اللي تمر من على بيتهم. ما شاء الله المواكب كانت هواية، يخلص موكب ويبدي الموكب اللي بعده. إن شاء الله مأجورين، والله يسجلهم من خدمة الإمام الحسين وإحنا وياهم. وتذكروا الثواب مو إلا بالكمية الكبيرة. تذكروا الإمام الحسين عليه السلام مات عطشان، فإنه توزعون بس ماي كلش كافي حتى تحيون هاي الليلة وتسجلون من خدمة الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله كلكم مأجورين.